الفيديو ده معمول للشباب اللي عايزه تنزل نسبه الدهون الزياده اللي عندها او تنشف، وبالاخص الناس اللي عايزين ينزلوا نسبه دهون قليله قوي في التنشيف، زي مثلا ان انت تنزل تحت 10% نسبه دهون. فتعالى بقى اقول لك شويه حقائق انت ما كنتش تعرفها، او بمعنى اصح الجانب السيء للموضوع. وطبعا الكلام اللي انا هقوله في الفيديو ده ينطبق على الناس الطبيعيين، الناتشورال اثليتس، مش اللي بياخدوا هرمونات. ونحط تحت الكلام ده 100 خط. اول حاجه، الشكل في الصور غير الشكل في التيشيرت. يعني مثلا انتوا لو شفتوا مثلا اللعيبه اللي بيشاركوا في الدبليو ان بي اف اللي هي بطوله كمال الاجسام للطبيعيين، مثلا تيجي تشوفهم باك ستيج او مثلا قبل ما يطلعوا على المسرح او قبل ما يدخلوا البطوله مثلا، طبعا خلينا متفقين اللعيبه دي مثلا بينزلوا النسب دهون قليله جدا، اللي هو فري ديجيتس، زي مثلا 5% 6% نسبه دهون، وهم بيكونوا طبيعيين. فتعال لما انت بتيجي تشوفهم قبل ما يخشوا البطوله او باك ستيج وهم بقى لابسين هدوم او كده، تيجي تشوف الشخص من دول، ده تحس ان هو اصلا ما بيتمرنش، ما كانش بيتمرن اصلا. ليه؟ تحس ايه ده شخص رفيع يا جدعان، ازاي ده لعيب كمال اجسام او بادي بيلدر وفي نفس الوقت طالع على مسرح كمان. ودي للاسف الحقيقه الصادمه. تحس كده في حاجتين ما بيجتمعوش مع بعض في اي شخص بيلعب طبيعي، الحجم العضلي والتنشيف. تحس كده ايه، انت بتاخد حاجه من دول، بتقرب من حاجه من دول. يا اما يبقى مثلا عندك حجم عضلي كبير او شكل عضلات مثلا وانت لابس التيشيرت باين ان انت عندك كتله عضليه كبيره، بس في نفس الوقت ما بيبقاش جسمك ناشف قوي. او على الناحيه الثانيه تلاقي الشخص مثلا لو انت نسب دهونك قليله او جسمك باين ان هو ناشف قوي، صعب تكون عندك كتله عضليه كبيره او باين الكتله العضليه عامه. وده بصراحه له اسباب كتير، زي ما انا قلت مثلا في الاول، فكره الليميتيشنز بتاعت الناس الناتشورال او الناس الطبيعيين. تاني حاجه، انت كده الناس الطبيعيين للاسف لما بتيجي تنشف زياده عن اللزوم او كده، بتلاقي تحس كده الجلايكوجين اللي جوه العضلات بدا يفضى ويتفرغ تماما. وعارف في ناس تقعد تقول لك بنعمل كارب اب وكل القصه دي، ولكن للاسف دايما بتحس عضلات الناس الطبيعيين، حتى شوف بطولات الدبليو ان بي اف او كده، تحس دايما عضلات الناس الطبيعيين فلات، العضلات بطبعها بتكون فلات او تحس انها ديبليتد كده. عكس مثلا لو جيتوا بصيتوا على البطولات الاي اف بي بي برو او الناس المحترفين او اللي بياخدوا ستيرويدز بشكل عام، تحس ماشي والشخص ناشف وكل حاجه، ولكن العضلات بامب كده تحسها فولي مليانه. فعشان كده انا دايما بشبه الموضوع للناس الطبيعيين اللي بيتمرنوا. الموضوع ينقسم لجزئين، يا اما يبقى شكلك حلو في التيشيرت، اذا انت بتلبس التيشيرت بالذات بقى ايه في مراحل البالكينج، الناس لما تيجي تبالك مثلا عندك شيست كويس وكتاف بقى ودراعات وباي وتراي، تلاقي مثلا في شكلك في التيشيرتات اللي هي اللي بكم الطويله دي بتبقى حلو جدا، يعني اللي هي الحاجات الضيقه او كده. او في نفس الوقت يا تاخد الشكل بتاع المرايه، اللي هو يا ماشي انا مش اي نعم شكلي حلو قوي في التيشيرت، ولكن لما اجي مثلا اتصور او اقلع تيشيرت شكلي حلو بسبب العضلات باينه قوي وكل النقاط دي. لكن برضه ده على الناحيه الثانيه بيظلم الناس البالكي، تلاقي مثلا ايه نفس الناس البالكينج دول لما تيجي تشوف الصور او كده تحس ازاي يا جدعان ايه الشكل ده تحس ده العضلات مغيمه بمعنى صح، او ما بيبانش الكتله العضليه اللي عنده دي. فعشان كده هي بقى اللعبه الطبيعي كده، يعني تحس كده في حاجتين، يعني يا ناخد ده يا ناخد ده، مفيش حاجه اسمها تاخد كله، الا في بعض الناس بقى استثناءات بقى بياخدوا جيناتيكالي جيفتد، فبياخدوا كل النقاط دي مع بعض. زي مثلا لو شفنا حد زي هشام المرجوشي في بطوله الدبليو ان بي اف اللي فاتت، كان ينطبق عليه الكلام ده. تاني حاجه، ده مش بيكون لا صحي لا لجسمك ولا الهرمونات بتاعت جسمك. اولا خلينا متفقين ان السوشيال ميديا صورت للناس شكل خاطئ في موضوع نسبه الدهون، حس دايما يقعدوا يصوروا لك ايه ده الناس اللي تحت ال 10% نسبه دهون، اللي هم السكس باكس باينه زياده عن اللزوم، الجسم ناشف قوي، العروق باينه في كل حته، ده الجسم الصحي واللي زي الفل. ولكن الحقيقه غير كده. الحقيقه ان نسبه الدهون الصحيه ان انت مثلا تكون من 10 ل 20%، تحت كده لا بالعكس، ان جسمك يكون ناشف زياده عن اللزوم ده مش صح خالص، ولكن فوق ال 20% برضو ده مش صح، جسمك فيه دهون زياده عن اللزوم ده مش صح. النسب بتكون زي ما انا قلت من 10 ل 20%، انت بتروح بقى لانهي رينج، ال 20 ولا ال 10، ده على حسب جيناتك. في ناس مثلا ايه عندهم اوبيزيتي بطبعهم فدول يقتربوا من ال 20، في ناس مثلا جسمهم ناشف بطبعهم او المولودين رفيعين بمعنى صح، ده بيروح لل 10. طبعا بقى الناس اللي جربت تنزل تحت ال 10%، وانا لما جربت حاجه زي كده قبل كده على نفسي، بتحس دايما ان انت ستريسد جدا، تعبان جدا في الدايت، حاسس ان انت دايما جعان، هرمون الليبتين مثلا بيكون دايما عندك نازل، الكورتيزول ارتفع جدا، كل حاجه، وبتحس ان انت تتعصب بسرعه، كل النقاط دي. حتى كان في بحث اتعمل على اللعيبه الناتشورال اللي بيحضروا البطولات، لقوا ان التستوستيرون عندهم نزل من 30 ل 50% عن المعدل الطبيعي، وبرضه في نفس الوقت هرمون الليبتين عندهم انخفض، وده الهرمون اللي بيكون مسؤول عن ان انت تكون شبعان، ده غير بقى الكورتيزول اللي كان عالي، فبالتالي الاستريس عالي وكل النقاط دي. فعشان كده زي ما انا قلت نسب الدهون القليله دي مش بتكون كويسه لصحه جسمك ولا لهرموناتك عامه. ثالث حاجه، مزاجك والنوم عندك دايما بيكونوا فيهم مشاكل، وزي ما انا قلت ده بيفرق من شخص لشخص حسب جيناته، بمعنى صح زي ما انا قلت في الاول، في ناس مثلا بطبعهم ربنا خالقهم بجيناتهم جسمهم ناشف،
التنشيف. فالشخص ده مثلا ممكن يقعد هو تلاقيه بطبيعته اصلا عايش حياته كلها نسبه دهونه 10 12%، الارقام دي. فبالتالي مثلا لو نزل ل 8 6% هتلاقي يعني ايه مش هيبقى بنفس الضرر اللي مثلا لو شخص زي مثلا بجينات جسمي لما انا كنت بدات في الاول، او الناس اللي هم الاوبيز اللي وزنهم زايد بطبيعتهم ينزل نسب الدهون دي. واللي اقدر اقوله في اخر الفيديو نصايح مني يعني من شخص جرب حاجات كتير، ده غير المتدربين اللي عندي وكل النقاط دي في موضوع التنشيف. عادي بقول لك نشف، ولكن مثلا ان انت لو وصلت ل 12% نسبه دهون 11% اللي هو تحت ال 15% بمعنى صح، بيكون شكل جسمك حلو جدا وبمعنى صح تحس ماشي عضلاتك باينه وكل حاجه، ولكن مش بافوره وبتحس ان انت مرتاح، او بمعنى صح جسمك مرتاح فيها، وفي نفس الوقت اسلوب حياتك الى حد كبير ما تدمرش، والهرمونات طبعا وجسمك وكل النقاط دي بتبقى زي الفل عندك. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت لو اي حد عنده اي اسئله يسال تحت في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.